أهلا بكم. الحمد لله على المكسب يا جدعان، الحمد لله على المكسب. أي نعم بتضلين، ولكن الحمد لله. إحنا دلوقتي الأمل كله في ربنا وفي المدرب الأجنبي اللي جاي ينقذ أي حاجة في الموسم ويعمل أي حاجة. بالنسبة لي أهم حاجة دلوقتي تجميع النقاط. التلاتة بونت مهمين للغاية رغم إن هم بتضلين ورغم إن الأداء زفت، ولكن الفرق 9 بونت وبينك بين المركز الثاني فيوتشر مش رقم، وبالذات المنافس فيوتشر. الأهلي هنيئا له بالدوري، مليون مبروك لكل جماهيره. دلوقتي عايزين ننقذ ما تبقى من الموسم، عايزين نلعب في أي بطولة قارية من أجل إن احنا نظهر بشكل كويس الموسم اللي جاي. الأمل كله في ربنا وفي المدرب اللي جاي وفي ثقة اللعيبة إن شاء الله ترجع واحدة واحدة. عموما حمزة المسلوسي إمكانياته مش مية مية. حمزة المسلوسي إمكانياته مش مية مية في الكورة ومش قد كده، ولكن بيديك 100% من مجهوده. لاعب راجل في الملعب. أنا عن نفسي بيبقى عندي ثقة سبحان الله، رغم اني كنت اكتر واحد انتقد حمزه المسلوسي، انما في ظل الصفقات الكسر بقى عندي ثقه في وجود حمزه المسلوسي باك يمين، وخصوصا لما يكون في الدفاع الونش وفتوح. وبخصوص فتوح، باك عصري واوروبي بمعنى الكلمه، باك عصري واوروبي بيقدم كره ممتعه للعين يا جدعان. والله يا بختنا بفتوح. عموما مصطفى شلبي بيقتل والله العظيم الكرة لما يكون بيلعب على الطرف ده، لما المساحة بتتفتح يلعب فيها الكرة ما بيلعبش. تحس ان هو حافظ مش فاهم يا جدعان. ده بيظهر له اساسا الظهير عشان يلعب له كرة ما بيرضاش يلعبها، في حاجة في دماغه هعملها بقى. ده بديل بن شرقي والله العظيم ثلاثة، حاجة تحزن يا جدعان. عموما الواد ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بمحمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات لما ركب المكنه. والله حافظ مش فاهم. تخيل الولد ده لو دخلناه العمق، لو فكرنا اللحظه ان ندخله العمق، ده اساسا هيساعد في التكتلات الخصم، هيساعدهم ان هم يعملوا عليك بلوك ايا كان نوع البلوك. عموما يا جدعان، دونجا على راي الدكتور عبد الرحمن خساره في الاسم والله. اما عمرو السيسي نو كومنت. لقطه الماتش بالنسبه لي يا جدعان من وجهة نظر الشخصية، اللاعب ده يا جدعان قسما بالله أرجل لاعب في كرة القدم المصرية، محمود حمد الونش. بعد ما سجل الهدف مفيش وقت للاحتفال. المعنى الحرفي للقائد داخل الملعب، مفيش وقت للاحتفال يا جدعان. ده وقت ان احنا نلم بعضينا، وقت ان احنا نرجع الثقة من اول وجديد. محمود حمد الونش اثبت انه فعلا عارف ان الزمالك في ازمة ومقدر قيمة التيشيرت. تحية من الأعماق ليك يا ونش. دمتم في أمان الله.